بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحبة الكرام الأعزة الكرام، حياكم الله. كان الإعلام قبل فترة طويلة، يعني كأن يكون من الستينيات والسبعينيات، كان إعلام يستحق الاحترام، ولكن حينما جاء المد الناصبي تغير الإعلام تماما. خلينا نشاهد هذا المقطع. يا قوم، لقد وضعت زوجة أبي طالب مولودها داخل الكعبة. انظر إلى وجه ابن عمك يا محمد، ألا ترى في وجهه كل ما في وجوه بني هاشم من عزة وجمال وإباء؟ عذرا منك أيها الزوج الكريم، عذرا منك يا محمد، فنساء بني هاشم لا يلدن أولادهن في العراء. أما سمعت ما قاله ابن أخي محمد يا فاطمة؟ قال إن ابننا نال الشرف الرفيع حينما استقبلته أرض الكعبة. فاطمئني يا فاطمة، إن هذا المولود سيكون ضرة في جبين بني هاشم. حياكم الله. هذا المشهد يعود لزمن يسبق تغلغل الجائحة الوهابية الناصبية في وسائل الإعلام بفعل أموال البترول طبعا. فكان الإعلام ورسالة الإعلام بهذا المعنى أنه يظهر الحقيقة. خلينا نسمع الإعلام والجائحة الناصبية الوهابية كيف دخلت في وسائل الإعلام وكيف أنه غيرت الحقيقة. شاهدوا. حجة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. أبغى تفسر الحديث هذا يا شيخ. والله أول مرة أسمع هذا، من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. ما أعلم صحة الحديث هذا، وين ورد؟ والله قريت يا شيخ. وين قريته؟ أنا ما شوف، أنا أقول لك أعلم وأكذب عليك، والله أول مرة. لم يكتفوا بهذا الحد من أنهم يطمسوا هوية علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا العداء لعلي بن أبي طالب، بل وصل الحد ووصل بهم الأمر إلى أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نسمع هذا الاتهام المباشر إلى كرامة رسول الله. شاهدوا. أثار المنظر البارز في الفكر الوهابي بالسعودية محمد العريفي غضب أوساط علماء الدين المسلمين بعد نشر تسجيل مصور له يتهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله بأنه كان يبيع ويهدي قوارير الخمر للصحابة. كما ادعى العريفي في حديثه لإحدى القنوات الإماراتية بأن الخمر ليست نجسة، وأن الصحابة كانت أرجلهم ملطخة بالخمر وهم في طريقهم لأداء الصلاة في مسجد المدينة خلف رسول الله. حياكم الله. أتعبتكم إخواني أخواتي الكرام. الإعلام الآن أصبح هو من يدير الشأن للإنسان، هو اللي يغير فكر الإنسان. اليوم هي حرب إعلامية، بس فقط حرب إعلامية. تارة تظهر لك الحق باطل، ومرة بالعكس الباطل يكون حق، بوجود إعلاميين مأجورين، بوجود إعلاميين مبتزين، بوجود إعلاميين كرامتهم وشرفهم الدولار. لذا أحبتي الكرام، أنا أدعوكم من توخي الحذر من الإعلام المأجور ومن الإعلاميين المأجورين، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة وأن تكونوا على قدر المسؤولية في متابعة الحقيقة والحق. دمتم سالمين.